هو إزاي أهلي يثّروا ببطيء ومتوقّع كده؟ دي كورة الهدف، المفروض إن دي هجمة مرتدة، وفي مساحة ظهرت في دفاع سموحة، ويقدر إمام يلعب لبن رمضان في ضهر دفاع سموحة، في منطقة خطيرة جدًا، ودي المنطقة اللي بيتصنع منها 90% من الأهداف في الدوريات ال5 الكبرى، خصوصًا إن إمام قدّامه 2 لعيبة من سموحة مش 1، ولكن قرر يشتغل فردي، ولإن الموقف كان 2 على 1 طبعًا ما قدرش يعدّي. ولعب لمروان عطية على قوس ال18، ومش بس كده، ده مروان قدامه مساحة للتسديد أو الصناعة والتمرير جوه ال18، ولكن بيطلع الكرة على طرف الملعب تاني ليوسف بالعمري اللي بيقرر التسديد من زاوية شبه مستحيلة. ولولا وجود الفوكس ان ذا بوكس الثعلب مروان عثمان وانه مكمل ورا التسديدة ومستني ان الحارس يغلط، ما كانش هيبقى فيه هدف للأهلي، ويمكن الأهلي ما كانش كسب.